الصيدلة تضامنهم مع طلاب الهندسة اعتراضا على الاستعانة بالشرطة لفض الاشتباكات داخل الحرم الجامعي. كانت الجامعة قد استعانت بالأمس بعدد من قوات الشرطة للسيطرة على الاشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن، وذلك بعد إغلاق الطلاب باب الكلية وكذلك أيضا منع زملائهم من أداء امتحانات العملية. معانا أستاذ مصطفى السيد الصحفي بالمصري اليوم من جامعة القاهرة علشان نعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي في الجامعة. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء النور يا فندم. أهلا بيك. الصورة عندك ايه في جامعة القاهرة؟ هو نظم عشرات من طلاب الإخوان بكلية العلوم وقف احتجاجية أمام مبنى الكلية في الصباح تحت شعار يوم في الحب روعة تنديدا لفصل 4 من زملائهم بتهم التعدي على الدكتور علي جمعة مفتي ديار الصبر، ورغبا طبعا لما سموه حكم عسكر انضمت عليهم مسيرة خرجت من كلية علوم انطلقوا في مسيرة سوية تضم الناس. وقع طبعا مشادات كلامية بينهم وبين الطلاب المستقلين بسبب ترديد يتفادى ضد الجيش والشرطة. تدخل أفراد الأمن الإداري بالجامعة لمنع تصور الأحداث ووصولها لأعمال عنف. كما نظم العشرات من طلاب حركة أحرار مسيرة انطلقت من أمام كلية تجارة جامعة القاهرة تحت شعار يسقط كل من خان عسكر فضول الإخوان، لتنفيذا بما سموه حكم العسكر، رفضا لحكم العسكر ورفضا لحكم الإخوان وحكم الفلول. يعني هو بس مجرد ان هي اشارات هما بينادوا بيها وخلاص، لكن اللي انا عايزه اعرفه يعني وزي ما ذكرت الاشتباكات اللي حصلت او هذه المسيرات او هذه الوقفات يعني على حسب التسميه، يعني هل حصل مثلا اي مناوشات من اي نوع مع قوات الامن؟ حصل اصابات من اي نوع؟ يعني وضح لنا الصوره بشكل تفصيلي يا ريت يا استاذ مصطفى. هو حتى الان هي عباره عن مشادات كلاميه بين طلاب الاخوان والطلاب المستقلين بسبب شعار الرابعه الذي يرفعه طلاب الاخوان على الناحيه الاخرى يرد عليهم طلاب المستقلين. يعني مجرد مشادات كلاميه فقط؟ حتى الان يعني هو الامن الاداري ان شاء الله تستمر مشادات كلاميه بس ما يبقاش في اكتر من كده يعني. حتى الان لا، حتى الان مش عباره عن مشادات كلاميه، وهناك تواجد مكثف لافراد الامن الاداري طبعا لمنع وقوع اي اشتباكات او اعمال عنف. انا بشكرك شكرا. من المنتظر لكن من المنتظر ان يكون هناك اعمال عنف كعادة مسيرات طلاب الاخوان بالجامعه، يعني كما فعلوها الاسبوع الماضي وقاموا برش سبراي مخدر في وجه افراد الامن لمحاوله ادخال الطلاب من خارج الحرم الجامعي لمشاركتهم في مسيراتهم داخل الجامعه. طب ليه بتتوقع انه ممكن ان الامور يعني يحصل فيها تصعيد اكتر؟ مش ممكن ان هي تستقر بس على مجرد مشادات كلاميه وتحت سيطره قوات الامن؟ هو النهارده في حاجات جديده طلاب الاخوان بداوا يعملوها، ان هم بداوا يعملوا ماراثونات جري في المسيره بتاعتهم. يعني يعملوا ايه معلش عشان انا ما سمعتش الجزء ده؟ بدأوا يعملوا حاجات جديده ابتداء من النهارده، بدأوا يعملوا ماراثون جري خلال المسيره. يعني المسيره بتبقى ماشيه فجاه بيجروا كتير، يعني بيجروا حوالي اكثر من 100 او 200 متر. ليه؟ كفعاليات جديده جذب انتباه الطلاب وتغيير الروتين اليومي الخاص بيهم يعني على حسب قولهم. انا بشكرك شكرا جزيلا. معانا ايضا الزميله الاستاذه فتحيه ديب الصحفيه بالمصري اليوم من الشرقيه. مساء الخير يا استاذه فتحيه. باليوم السابع. باليوم السابع. اهلا بيكي. استاذه ريهام، عايزه اوضح لحضرتك ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان مئات من طلاب كليه الهندسه وكليه العلوم وصل اليوم الثاني على التوالي الاحد صباح اليوم الاحد اضرابهم عن حضور المحاضرات والامتناع عن اداء الامتحانات على خلفيه الاحداث التي شهدتها جامعه الزقازيق امس، وايضا تضامن معهم اتحاد طلاب كليه الصيدله